رياضية وبدنا نشوف تنافس بروح رياضية. على فكرة اليوم الشعوب في العالم في أوروبا وفي أمريكا بشرت الحروب، بطلت تحارب، صاروا يتنافسوا في الرياضة. إحنا ما زلنا في وسطنا العربي نعاني من ظاهرة العنف. اليوم لو بدنا نستغني عن هذه الظاهرة ونستبدلها بالتنافس في مجالات الرياضة، خصوصا انه اسلامنا العظيم يحض على الرياضة. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فمن هذا الباب احنا نحث أبنائنا وبناتنا الطلبة أن يواظبوا على برامج رياضية أسبوعية. يعني لا ينبغي لنا نرى شاب عمره 15 سنة بيمشي ومدلي راسه على الأرض تعبان ختيار من وهو صغير، لأن لا نمارس الرياضة في حياتنا اليومية. مهم جدا أن نمارس الرياضة في حياتنا اليومية، لأنه غذاء العقل هو التعليم والفكر، وغذاء القلب هو العبادة والروحانية والمحبة، وغذاء الجسد ليس فقط الطعام والشراب إنما الرياضة. وعلى فكرة علماء التنمية البشرية اليوم يحددون من أهم أسباب السعادة في حياة الإنسان ممارسة الرياضة بصورة يومية. أحيي مدير المدرسة السيد ناشد بدير وكل طاقم المعلمين والإدارة، كما وأحيي الأستاذ ريان المعلم أحياء على إنجاح هذا اليوم اللي مبين إنه ناجح من بدايته بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.